في سنة 1859 كان في راجل إنجليزي اسمه توماس أوستن عايش في مزرعة كبيرة في ولاية فيكتوريا جنوب استراليا. الراجل ده كان بيحب الصيد وقرر إنه يجيب شوية أرانب من إنجلترا علشان يصطادهم في البرية. قرار بسيط جدا لكنه فتح باب لجحيم بيئي استمر لأكثر من قرن. توماس جاب 24 أرنب بس وطلعهم في البرية حوالين المزرعة، لكن اللي ما كانش يعرفه إن استراليا كانت الجنة المثالية للأرانب. مفيش مفترسات طبيعية والأرض واسعة والمناخ مناسب والمزارع مليانة أكل، وفي خلال سنين قليلة جدا الأرانب دي اتكسرت بشكل مرعب. من 24 أرنب بقوا ملايين، لدرجة إن في بداية القرن العشرين كان في تقديرات بتقول إن عدد الأرانب في أستراليا وصل ل 600 مليون أرنب. الأرانب ما كانتش بتأذي البشر مباشرة، لكن كانت بتضرب الزراعة في مقتل، بتاكل الزرع بالكامل قبل ما يلحق ينمو، وبتخرب التربة عن طريق إنها بتحفر أنفاق بتبوظ جذور النباتات، وبتتسبب في تصحر الأرض الزراعية بالكامل. المزارعين كانوا في حالة ذعر، كل موسم حصاد بيتخرب والخسائر بتزيد سنة عن سنة، والكارثة الأكبر إن أي محاولة لمكافحتهم كانت فاشلة تماما. استخدموا بنادق وصيادين وفخاخ وسموم وأسوار عازلة حوالين الأراضي الزراعية. في سنة 1901 الحكومة بنت أطول سور في العالم وقتها اسمه سور الأرانب، طوله 3000 كيلومتر، بس حتى ده ما وقفهمش، كانوا بيلاقوا طريقة يعدوا من تحت أو حوالين السور وبيكملوا تدميرهم. في الأربعينيات والخمسينيات العلماء حاولوا يحلوا المشكلة بطريقة علمية. الاجتياح ده ما كانش مجرد كارثة زراعية، ده أثر على التنوع البيولوجي بالكامل في استراليا. أنواع كتير من النباتات اختفت وحيوانات محلية انقرضت لأن الأرانب أكلت كل مصادر غذائها. ولحد النهاردة استراليا لسه بتصرف ملايين الدولارات سنويا في محاولة للسيطرة على الأرانب. كل ده بدأ من 24 أرنب وقرار واحد مش مدروس.